صباح الخير عليك. صباح النور اللي داخل بهدوء ومعاه فرصة جديدة ليك. خد نفس عميق كده. حس بالهوا وهو داخل صدرك. النهاردة قبل ما تفكر في أي حاجة، عايزك تبدأ يومك بحاجة بسيطة. كلمة صغيرة لكن تأثيرها كبير جدا. الامتنان. يمكن سمعت الكلمة دي كتير، بس عمرك وقفت كده دقيقة وسألت نفسك يعني إيه أكون ممتن؟ الامتنان مش بس إنك تقول الحمد لله وإنت مش حاسسها. الامتنان إنك تبص حواليك وتقولها من قلبك. إنك تشوف النعمة حتى وسط التعب. تشوف الخير حتى وسط الوجع. عارف، إحنا أحيانا بنصحى من النوم ونبدأ نركض على طول. نفكر في الشغل، في الزحمة، في اللي مضايقنا. بس بننسى نحس إن مجرد إننا صحينا ده في حد ذاته نعمة. في ناس بتتمنى لحظة زي دي. الامتنان بيغير طاقة اليوم كله. لما تبدأ يومك بشكر بسيط بتحس كأن الدنيا أخف. جرب كده حاجة بسيطة. قبل ما تمسك الموبايل أو تفتح الأخبار، اكتب على ورقة 3 حاجات أنت ممتن ليهم النهاردة. أي حاجات: صوت ابنك، نسمة الهوا، قهوة الصبح، أمك اللي صحتك بكلمة حلوة. اللي يجي في بالك اكتبه، وشوف بعد شوية إزاي إحساسك بيتغير. كل مرة هتكتب فيها حاجة، دماغك هيتبرمج يشوف النور مش العتمة. هتلاحظ بعد كام يوم إن الحاجات الصغيرة بقيت تفرحك، وإنك بقيت أهدى، أبسط، وأقرب للسلام. جرب كمان تعمل تمرين بسيط. افتح الشباك، خد نفس عميق، وحس بالشمس وهي داخلة، بالهواء، بالصوت، بالحياة اللي حواليك. وقول في سرك الحمد لله على كل ده. مش لازم تبالغ، قولها ببساطة، بس حسها. أنا فاكر قصة واحد كان دايما حاسس إن الدنيا مقفولة في وشه. كان شايف كل حاجة سودة، لحد ما بدأ يكتب كل يوم حاجة واحدة يشكر عليها. بعد شهور حياته ما اتغيرتش فجأة، بس إحساسه هو اتغير. بقى شايف النور اللي كان دايما قدامه ومش شايفه. الموضوع مش إنك تزوق الحقيقة، الموضوع إنك تختار تشوف الجزء المضيء منها، وده كفاية. يومك كله مختلف. دلوقتي لو معاك دقيقة، غمض عينيك، خد نفس عميق وطلعه بهدوء. فكر في 3 حاجات بس بتخلي قلبك يهدى. مش لازم تبقى حاجات كبيرة، ممكن تكون ضحكة، أو أغنية بتحبها، أو مجرد إحساس بالأمان. حسهم واسمح لقلبك يبتسم، وقول لنفسك في سرك أنا ممتن. ممتن على اللي عندي، وممتن على اللي جاي. افتح عينيك بهدوء، وخلي اللحظة دي تبقى أول خطوة في يومك. ابتسم وقول لنفسك النهاردة هيكون يوم حلو، مش عشان الظروف اختلفت،